يعد الزبون الثامن عشر للمغرب. تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفاعلة على الصعيد الجهوي يبقى رهينا بإدماج الجامعة. تأكيد رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة خلال لقاء تواصلي بالقنيطرة حول موضوع إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر للمنتخبين. وفاء اليعقوبي وسمير بركة. لقاء تواصلي جمع رؤساء الجامعات الترابية مع رؤساء 3 جامعات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك لتحديد الاحتياجات ووضع اللمسات الأخيرة على برنامج التكوين المستمر. الجامعات شريك استراتيجي في الاشتغال معنا، وكنعتمدوا على الطاقات الجامعيه من اجل البلوره ديال هذا البرنامج. الجامعه لها تكوينات كثيره، لها متخصصين في جميع المجالات، لا القانونيه ولا الاقتصاديه ولا الميدانيه. هذا مشروع زعما انوفون في المغرب، هذه اول خطره اللي جهه من جهات المملكه تقربات من الجامعات باش يديروا واحد البلان دو فورماسيون. برنامج التكوين المستمر يضع في سلم أولوياته تقوية الكفاءات التدبيرية للمنتخبين وتمكينهم من استيعاب مقتضياتها القانونية، علاوة على إكسابهم آليات جديدة للتنمية الجهوية في ظل الحكمة الجيدة. شيء مهم نظرا للصعوبة اللي كنلقاو في القانون الجديد، أنه من أجل إكساب هذه المستشارات والمستشارين خبرات في طريقة ديال التدبير والتسيير. مثل هذه اللقاءات النوعية تأتي استجابة لاحتياجات المنتخبين للتعرف على المقتضيات القانونية الجديدة من أجل تجويد الخدمات للمواطنات والمواطنين. انطلق إذن التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر بشراكة بين جهة الرباط سلا القنيطرة وجامعات محمد الخامس والجامعة الدولية بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.